أعلنت كاتبة منى طايع ومع بدء العد العكسي للحلقات الأخيرة من مسلسل أمير الليل أنها تحترم كل نقد بناء سمعته وستأخذه في الاعتبار في العرض الثاني للعمل، مشيرة إلى أن الثغرات تتعلق بالبث أكثر من النص، وبعض الأقلام المأجورة تطاولت على المسلسل. وعن وجودها في موقع التصوير بشكل دائم قالت: تحب أن تقوم بإدارة الممثلين، فالمخرجون عموما وبسبب ضيق وقتهم وانصرافهم إلى النواحي التقنية لا يجدون الوقت الكافي لإدارة الممثل، لذا تفضل الحضور خلال التصوير والقيام بهذه المهمة. وأعربت عن عتابها فقالت: ينتقدون الأخطاء لكنهم لم يعلقوا على كلفة الإنتاج التي تخطى 3 ملايين دولار ونصف المليون، أي بمعدل يراوح ما بين 40 و 45 ألف دولار للحلقة، لافتة إلى عدد الحلقات كان 60 ولكنه أصبح 77 حلقة. وأكدت طايع أن لا أحد بإمكانه تجسيد الدور من الممثلين كما أداه الفنان رامي عياش، وقالت: اخترناه لأننا نطمح في الانتشار عربيا. رامي ممثل من الصف الأول. للمزيد من الأخبار الرجاء الاشتراك في قناتنا.